الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر الإخوة الأعزاء، حبيت فقط أذكركم أن كثير من الناس آخر يوم في رمضان ما كيعطوش أهمية، وبعض الأحيان كينساو بأن ممكن ليلة 29 تكون هي ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 والسبع والخمس، رواه الإمام البخاري. التمسوا ليلة القدر في 29 و27 وفي 25، وإحنا هذه الليلة اللي غتدخل هي ليلة 29. لازم تحرصوا على هذه الليلة، هذه قيام وصلاة وإخلاص ودعاء، قراءة القرآن وأذكار واستغفار وجميع أنواع البر والتقوى. علاش نركزوا على هذه الليلة؟ لسببين: قد تكون هي ليلة القدر لأن التمسوها في 29، وكذلك الأعمال بخواتمها. الأمور كلها ديال الدين كتجيب الخاتمة. شوف الله تعالى باش غادي يختم لك إذا رمضان، ختموا بتوبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن آخر ليلة في رمضان الله سبحانه وتعالى كيبدا يفرق في الجوائز. الناس اللي نجحوا في الفوائز هما اللي الله سبحانه وتعالى ارتضاهم بأعمالهم ليعتقهم من النار. قيل: يا رسول الله، هذه الليلة ديال العتق أهي ليلة القدر؟ أليلة القدر هي؟ قال: إنما العامل يوفى أجره عند نهاية عمله. العامل ملي كيخدم لك شي خدمه كيكمل، خاصك تعطيه رزقه وتعطيه الأجر ديالو. إذا هذه الليلة كيكمل العمل ديالنا، والأجور كتقسم عند الله سبحانه وتعالى، فيكون آخر عمل ديالك اجتهاد أكثر من الأيام الأخرى. إذا ليلة 29 قد تكون ليلة القدر، فاجتهدوا فيها. من بعدها كتجي الليلة الأخرى وهي ليلة 30. إلا كان الشهر العربي ديال رمضان ناقص، ليلة 30 هي ليلة العيد، الليلة اللي كيستمتعوا بها المسلمين بترديد التكبيرات ديال العيد في المنازل وفي الطرقات وفي المساجد وفي الأسواق، ونظهروا فيها الفرحة ديال العيد بالتكبير. والتكبير كيبدا من بعد صلاة المغرب. مثلا إلا كان الشهر ناقص، غدا إن شاء الله الخميس بعد صلاة المغرب يبدا التكبير من الليل حتى لدخول الإمام إلى الصلاة يوم العيد. وبالنسبة اللي ما غيصليش مع الإمام، مثلا الحائض، المرأة الحائض توقف على برا وتبقى تكبر لله سبحانه وتعالى حتى الإمام يسالي من الصلاة ديال العيد ديالو، يسالي من الصلاة من الخطبتين، هي واقفة وتكبر كما كانوا يكبرون. وما جاتش في السنة النبوية شي صيغة ديال التكبير، ما جاتنا الصيغة ديال العيد مكتوبة أو متوارثة على مر السنوات، ولكن اللي تثبت على سلمان الفارسي رضي الله عنه صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة هي المأثورة في التكبير حتى يومنا هذا. لكن هو التكبير جماعة هو بدعة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة ملي تمشي للمصلى أنك تكبر بصيغة فردية، هذه هي السنة، ماشي تتبعهم في الجماعة كيديروا أبواق ويبداو جماعة. لا، عن أنس بن مالك قال: الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يسبح، منهم من يكبر، منهم من يهلل، يقول لا إله إلا الله، لا بصوت واحد، كل واحد كيذكر بصوته وما يسمعش الأخ ديالو اللي حداه. قبل ما تمشي تصلي المصلى، الاغتسال للعيد مستحب، ففيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنه ويقاس على صلاة الجمعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم العيد قبل خروجه للمصلى، الوقت اللي كيغتسل فيه قبل ما يخرج للمصلى باش يصلي العيد. كذلك التزين للعيد، الإنسان يلبس الجديد، البياض هو أفضل، ما عندوش البياض أي لون آخر، ولكن يلبس، إذا حتى ما عندوش الجديد يلبس أجمل ما عنده من الملابس. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين ومرة بردا أحمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كيلبس أحسن ما عنده صلاة الجمعة وصلاة العيد. وهذا كيستوي فيه اللي خارج للصلاة واللي قاعد في الدار، والنساء والأطفال، كل شيء كيتشاركوا في هذا الأمر هذا. داكشي كنشريو لوليداتنا على قدر الاستطاعة كنشريو حويجات جداد في هذا العيد، أنهم يلبسوا الجديد. أما الذهاب للمصلى فروى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. يعني أن الأفضل للمرأة تخرج وتمشي تحضر المصلى ديال العيد، كانت حيضة ولا ما كانتش حيضة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، قال العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت، يعني اللي عندها 15 عام 16 عام 17 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باش نخرجوا العواتق. العواتق جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم، يعني يلا بلغات تخرج تصلي في المصلى. وذوات الخدور يعني الأبكار، يعني غير متزوجات. يعني الذهاب للمصلى كان النبي صلى الله عليه وسلم كينصح بأن جميع النساء يخرجوا للمصلى، حتى اللي عليها الحيض حتى هي تخرج، ما غاديش تصلي ولكن تحضر الدعاء ديال المسلمين وتكبر وتبقى تكبر حتى يكملوا الصلاة ديالهم والخطبة ديالهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيكتل مواضع ديال العبادة، يعني كيمشي من طريق المصلى على رجليه ويرجع من طريق أخرى باش يكثر عليه الشهود يوم القيامة. ما من حجر أو شجر كتدوز عليه إلا ويشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. هناك حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري، يعني كيمشي من طريق ويرجع من طريق أخرى. كيف الصفة ديال الصلاة؟ صلاة العيد، صلاة العيد هي جوج ديال الركعات. الركعة الأولى كنرفعوا يدينا الله أكبر ونديروا القبض ديالنا، وكيبدا الإمام يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يركع ويسجد بحال الصلاة العادية، ثم كينوض الركعة الثانية يكبر، يعني الأولى غادي يكبر فيها 7 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حنا كنردوا من موراه ثم يبدأ في قراءة سورة الفاتحة ثم يقرأ السورة بعدها، وبين التكبيرات ما كاين لا ذكر لا والو، مباشرة. الركعة الثانية بعد القيام يكبر 5 غير تكبيرة الانتقال عند القيام، يعني ناض قال الله أكبر يزيد عليها 5، يعني 7 تكبيرات في الأول و6 في الثانية، المجموع هي 13 تكبيرة. إذا الركعة الثانية غادي يكبر 5 بعد التكبيرة ديال القيام، يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ثم يركع ويسجد ثم يتشهد بحال سائر الصلوات. ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرة العيد، يعني ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شي ذكر بين التكبيرات أو يزيد ديه. كاين اللي كيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا لا يجوز. اليدين كيتهزوا في تكبيرة الإحرام الأولى خلاص. بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يستحب قراءة سورة قاف أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يستحب قراءة اقترب للناس حسابهم وانشق القمر أو سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. والتكبير هو سنة، يعني دوك التكبيرات هما سنة، لا تبطل الصلاة بتركها. كاع اللي تركها عمدا ما كبرش هذوك التكبيرات وكبر غير تكبيرات الإحرام، الصلاة ديال العيد ديالو صحيحة بإذن الله. كتبقى عندنا المسألة ديال ملي يجي العيد الجمعة بحمد الله سبحانه وتعالى وجا العيد بالجمعة، هي فيها مسألة خلاف بين الجمعة وصلاة العيد، لكن أنا أقول وبالله التوفيق الجمعة هي أهم من العيد، لأن صلاة العيد هي سنة مؤكدة ولكن الجمعة هي فرض. فالجمعة باتفاق أنها فرض عين فهي أهم من صلاة العيد، يعني لا تسقط الجمعة. إذا جاء العيد والجمعة ما كتسقطش الجمعة، لأن الجمعة جاء فيها نص قرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما العيد جاو فيه جوج ديال الأحاديث، حتى دوك الأحاديث بجوج اللي جاو مختلف في الصحة ديالهم. إذا ما يمكنش نخليو صلاة الجمعة اللي هي فرض بالقرآن وغادي نمشيو مسألة اللي مختلفين فيها أهل العلم ومختلفين في الصحة ديال الأحاديث ديالها. إذا الأولى هي صلاة الجمعة، إلا أن الإمام خاصو يصلي صلاة العيد ويصلي صلاة الجمعة. اللي يحضر العيد غادي يحضر واللي يحضر الجمعة غادي يحضر، والأفضل أن الناس إلا بغاو يحضروا أفضل الجمعة من صلاة العيد، وهذا هو الصحيح اللي مشى عليه أهل العلم. وهكذا نخرجوا من الخلاف ونكون صلينا صلاة الجمعة ديالنا. كاين بعض الناس كيخصوا زيارة القبور في الأعياد، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.